بسم الله الرحمن الرحيم. اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. مساءكم فل او صباحكم فل كالعاده حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. يا رب جميعا كلكم تكونوا بخير. النهارده الزمالك كان بيلاعب، امبارح الزمالك كان بيلاعب طلائع الجيش. كالعاده او كالمتوقع ضيع نقطتين زي اللي حصل في ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا اللي قبل طلائع الجيش. قبل ما نتكلم عن اللعيبه وعن الاداء وعن التحكيم الواحد يعني مش عارف والله يقول ايه على التحكيم. عايزين بس نتفق اتفاق كده عام ان مفيش جديد هيحصل طول ما الفريق على نفس الحال. طول ما مفيش تدعيمات، طول ما مفيش تدعيمات على قد حجم الزمالك وعلى قد اللي جمهوره يستحقه، طول ما هو مفيش جديد. كسبت ماتش كسبت ماتشين مش هتكسب التالت. كلمة واحدة، انت اللعيبه يعني الاساسيه بجد والله. انت الراجل جروس ده، اصل جروس من زمان مالوش في التلوين وتثبيت الكلام وانه يحل الكلام وكده. راجل صريح، واللي بيزعل يزعل. حتى كان علاقاته باللعيبه ما كانتش احسن حاجه لانه كان صريح ودايركت. النهارده برضو طلع اداهم في المؤتمر الصحفي ان انا مضطرين نكمل بالسكواد ده لحد 31 ديسمبر لحد ما نشوف قصه الصفقات. قالها كده يعني، بقى ما حافظش على اللعيبه بتاعته ولا ان هو قال لك معلش وانا اتحمل ومش انا اتحمل وكان علينا. لان هو على فكره يعني احنا بنلعب فرق، انت من غير مدرب تكسبهم. انت كمان برضو على يعني سوء الحظ بيكتمل ان انت عندك نجم الفريق مش في حالته، النجم التاني مصاب اللي هو ناصر ماهر. اللعيبه اللي عندك حلول عندها مشاكل. اللعيب اللي فايق زي بنتايج وابتدى يعمل فارق ويصنع فارق فعلا سواء دفاعيا او هجوميا مصاب، فدي برضو سوء حظ رهيب. ما دي قصه التدعيمات، ان انت مش جايب لعيبه تسند. انت لو عبد الله السعيد اتصاب هتبقى في كارثه. ان احنا اوريدي هنفوق على كارثه لما نلاعب فريق تقيل ممكن نشيل سكور لحد الصبح. طبعا مع حاجات فنيه هنتكلم فيها مع الماتش. يعني اللعيبه المفروض، حتى اللعيبه اللي احنا معتمد عليها مش في حالتها، بس بنتكلم دلوقتي على التدعيمات. طبعا شلبي معرفش عمل في الناحيه الشمال ولا ايه. مش لاك طبعا ضحك السنين. محمد حمدي ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. يعني الكرة اللي اتحسبت عليه فاول طلع شرخ في ضلعين وتجمع مائي على القصبة الهوائية واحتمال يبقى فيه تدخل جراحي. ربنا يا رب يشفيه، ودعواتكم ليه ودعواتنا ليه جميعا يعني. ف محمد حمدي نزل ولعب اداؤه كان قريب جدا ان هو يسجل هدف حلو جدا. الجون تألق على غير العاده رغم انه كان بيقدم مستوى وحش جدا. شال سوء حظ رهيب، شال الكرة بشكل كويس يعني، واتصاب وشكلها اصابه مطوله. الولد ده انا متوسم فيه خير جدا. يعني يمكن الولد عايز، في رغبه عنده، وانا واثق فيه من انبي. لعيب كويس، مع الواحد برضه بيشوف يعني. ومش كاشش ومش هايب ان هو بيلعب، مش هايب يعني، مش هايب الموقف. ف التدعيمات مجلس اداره، خلاص بقى. انا بعد كده يعني الموضوع بقى قلب على السوشيال ميديا والناس بتتهم ناس وناس انا ما بقتش اثق في حد من خلاص بقى. الواحد بجد بيتصدم بيشوف شويه كلام الناس كان الواحد بيصدقهم وبتاع، طلع ان هم ليهم اجنده ناس بتدافع عن المجلس. وناس ما القصه دلوقتي كلها في الزمالك. المجلس ده مجلس فاشل. انت مش هتنجح لي في ان انت تسدد لي كام غرامه من اللي عليا وانت جاي اوريدي وعارف، وبعد كده تقعد تتفرج على اللي بيحصل وتدعم لنا بمستوى بقينا دلوقتي فاركو كفريق اقوى منك باسماء، وانت ونفضل ساكتين. يعني انا مش فاهم. احنا يا جدع ده الواحد ابتدى يشك في نفسه لما بقى بيشوف الناس بتشكر في مشلاك ما اعرفش على يعني. هو شلبي بائس طبعا، بس انا برضو ما ينفعش ان انا ما فيش لعيب عندي ينفع اشكر فيه بعد غير عبد الله السعيد من اول سيزون ما ابتدى، عشان نبقى صراحه يعني. حتى حسام عبد المجيد مع احترامي ليه، هو ده طبيعي يا جدعان، هو مدافع، هو مدافع في نادي الزمالك لازم يقدم مستوى كويس. النهارده الكره معديه من بين رجله. طبعا يعني
يعني هو كويس بس النهارده برضو مش يعني هو لسه يعني مش مستاهل النفخ. انا بجد والله مش فاهم ايه كميه النفخ اللي في اللعيبه ده. كل لعيب بقيت احس ان هو، انا بقيت اشوف بحس ان انا الواحد بيشوف ماتشات غلط. ده شلبي يا جدعان لما بيرفع اوفر كويس الناس بتقول ده شلبي كان بيلعب ماتش حلو، والناس على والله الواحد بيحترمها. الواحد كان بيحترمها وبيتابعها وبياخد ارائهم ان هم مصدقين. اتاري الكلام ده كله ليه اهداف، والهجوم على لعيبه معينه ليه اهداف. واحد زي عواد ده ما بيتهاجمش من ناحيه يعني في ناس واخده بقى قصه عواد وناس بقى تعرف وكلاء وسماسره بتاعت اللعيبه دي فما ينفعش يهاجموهم. عك عك يعني. بص بنقعد بقى نتهم في الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه بتقبض الصفحات. احنا هنا بقى من غير ما بنقبض، احنا هنا عشان صحابنا وكلاء للعيبه معينه، وصحابنا هنا مش وكلاء للعيبه ثانيه، فنهاجم اللعيبه اللي احنا مش وكلاء. والناس بقى والناس واخدين المشجعين سلمه ويلا عك في كله. والاداره فاتحه الباب لكله، اي حد بيبقى عنده اتصال بالاداره، اي حد بيكلم الاداره، والاداره تسمع من ده وتسمع من ده. طب والله انت كلامك كويس، تعال اقعد مع الراجل ممكن يسمع منك، ممكن انت هنا تشتغل انت هنا ما تشتغلش. ايه زيطه، مفيش اي يعني اي شغل مؤسسي ولا اي حاجه يعني. انا مش فاهم والله رئيس النادي. يعني انا مش فاهم هو مثلا ايه الميزه اللي عنده. راجل اعمال، اداري كويس، بيساعد النادي ماديا، مم، يعني كاريزمته طاغيه مثلا، يعني بيحقق لنا نجاحات بكاريزمته مثلا. ولا غير الطقومه يعني والشورتات والقمصان المشجره والبنطلونات اللي هي اللي هي على الموضه وحاجات بقى تبين ان هو راجل كول. غير كده ايه كمجلس كرئيس نادي ايه اللي انا استفدت؟ قعد عليا على ميتين اهل انا بايه كراجل بشجع الزمالك عشان واحد جاب اخره يعني. انت مستوى زيزو البائس ده سببه مجلس اداره. مستوى اللعيبه كلها سببه مجلس اداره، ان مفيش لعيبه على قد المستوى يخافوا منها ولا يقلقوا ان هم مكانهم يتاخد ولا اي حاجه. تناكتهم في الملعب ان هم ما بياخدوش فلوس، ما بياخدوش مستحقات. فيا عم هتعمل ايه؟ هتخصم لي منين وانا باخد اصلا؟ وما تقدرش تعاقبهم. استغفر الله العظيم. فما بتقدرش تعاقبهم ولا بتقدر تلومهم. انت كمجلس اداره عينيهم بجحه، عينيهم بجحه فيك ان انت مش قادر تسيطر، مش مسيطر عليهم بالماده اللي هي لازم الفلوس. تصرفاتك قويه مع ادارات الانديه التانيه، بتعرف تاخد منهم فلوس، بتعرف تاخد منهم صفقات او حاجه، او تطلع اللعيبه اللي انت مش عايزها. ابدا. انبي واخدك ايه ضحك بس. الشراعي ما شاء الله يعني ساقط زبون لقطه. شخصيتك قويه مع الاتحاد الكوره ومع رابطه الانديه ولجنه الحكام وكده، بيخافوا منك وبتعترض على الحكام ما بيعينوهاش تاني ولا اي حاجه. انت نزلت بيان تاني يوم جابوا لك يعني ايه، نقوه لك نقاوه عشان يقول لك لا احنا ما بنمشيش على البيانات. فرحان ومجدي. ولو انت النهارده لعيب عندك اتضرب بطلقه في خط ال 18 ما كانش هيتحسب لك حاجه عشان تنزل بيانات كويس. ما هو مش اي حد بينزل بيان، ما انت مش الاهلي. ما هو برضه انت لازم تبقى فاهم. ما هو انت برضه لازم تبقى فاهم انت وضعك ايه وبناء عليه اشتغل. الاهلي يا عم جامد وناسه موجوده وبيخافوا منهم. راجل اول ما كسب راح قعد مع هاني ابو ريده، راح قعد مع الخطيب قال له ياسر عبد الرؤوف يمشي، ومشي. واتفقوا على شويه حاجات كده واللعيبه تريح وبتاع. الاهلي فين اصلا؟ الاهلي مش موجود. فانت ما تقارنش نفسك بيه وتنزل بيان انت مش قده. انت لما تنزل بيان، البيان ده يبقى مصحوب بقرار، مش قرار انسحاب بقى والهبل اللي الناس بتقوله. لا، انت راجل معاك فلوس، هات حكام اجانب. هو ده اللي اعرفه. حتى لو معكش فلوس دي لازم تبقى حاجه اساسيه. اصل ان انت تخسر بطوله بسبب التحكيم، انت ده ماشي في سكه كده. احنا بقى لنا رغم المستوى المزري اللي احنا بنقدمه ماشيين في 3 4 ماتشات اللي احنا ضاعوا مننا لينا ضربه جزاء. اقل حاجه في الماتش، غير الفاولات بقى اللي في وسط الماتش اللي ما بتتحسبش، اللي هي على خط يعني انت من بعد الدقيقه 80 مثلا الحكم خلاص ايه، الصفاره عنده بتعطل، مفيش صفاره في ناحيه الهجوم بتاعك. خلاص اللعيب لو اتمرمخ في الارض مش هيحسب لك حاجه.
النهارده فاول لشحاته، فاول لشلبي، فاول للجزيري. يا عم لو نفترض ان فيهم اتنين بيمثلوا، على الاقل في واحد فعلا فاول. يعني مش نفس اللعيب مثلا بيتحايل عليك مثلا، فانت شايف ان هو لا الواد ده بيمثل مثلا عايز فاول، لا فاولات، لا مفيش. معلش دي بقى مقدمه يعني خاصه بمجلس الاداره ككل عشان يعرف هو واقف فين. ف عشان خلاص هي من هنا ورايح انا مش هشكر فيكو تاني ولا واحد فيكو، لانها كلها يعني زفت على الكل، وبالذات انت يا حسين يا لبيب. انت بجد يعني انا مش فاهم انت عايز ايه. تجيب بقى خرطوشه، حد يجيب لك خرطوشه سجاير وتركن وتحلنا من الخرا العك اللي انت بتعكه ده، لان انت بجد على الابيض ومش فاهم حاجه. ده جيب له خرطوشه بوكس ويغور في ده من بدري. يعني بجد المكان مش يعني، انت قدامك خلاص يعني ديسمبر بيخلص ويناير اهو، ولا عارفين الزمالك بيفاوض مين، ولا عرفنا نجدد لزيزو، ولا عرفنا ننقل حاجه، عشان بس الواحد مش بيهجم عليك من يعني كل الملفات اللي انت درتها زفت ما عدا ملف الغرامات. وبرضه انت مش دافع مثلا في حاجه يعني. ده هو عمرو الادهم هو انضف واحد عندكم في المجلس، هو وحسين السيد بس هم اللي بيشتغلوا على الملف ده صح. بدعم من رجال الاعمال بيتم تسديد الغرامات. انت بقى بتعمل ايه انا ما اعرفش. نيجي بقى للتحكيم. كوره مفيش حد يختلف عليها، ضربه جزاء. ضربه جزاء هي ضربه جزاء. يعني انت مثلا لو جبت لي، يعني انا مش محتاج اسمع، يعني مش محتاج اسمع راي حد ولا استنى اشوف مثلا دي لعبه جدليه فانا مش شايف فانا متعصب فانا عايز الزمالك يكسب. هي ضربه جزاء. يعني داخل برق، يعني انا مش عشان اجيب الكوره اقتل اللعيب، مفيش قانون كده، ده مبدا، ده انا كنت طول عمري بقول كده يعني. عشان بس كنت دايما اشوف بقى المذيعين وبتاع يقول لك لا جاب الكوره بس مش مهم اقتله بعد كده. يا عم ده الكلام ده لو انا مثلا يعني هزق هيبقى في التحام بين الرجل بالرجل، كتف في كتف يعني بعد ما لعبت الكوره. لكن ان انا عشان العب الكوره برجلي تخبط في صدر لعيب وتسبب له شرخ في ضلعين، اللعيب يطلع على نقاله وكمان تتحسب ليا انا الكوره. ايه يا عم، ايه يا عم، ايه الفار ده؟ يعني الحكم مش هيحسبها، انت كفار يعني يا عم خليه يروح يشوفها وشايلها له هو. بس انت مش فارق معاك يعني. ما هو لو اللعبه دي في الاهلي، يعني اللعبه دي مش هقول لك يا عم لو للاهلي، اللعبه دي لو على الزمالك كانت اتحسبت على عواد 3 بلنتات. يعني مش هقول لك اللعبه دي لو الاهلي تتحسب، ده هي لو للاهلي لو الكره في الهوا لسه ضربه جزاء. يعني مش هيستنى الفار، اقسم بالله. سيبك من الاهلي، اللعبه دي لو على العواد او على الزمالك تتحسب. فاولات بالهبل على حدود منطقه ال 18 تحسبش. في اخر الماتش كره اترفعت ما تعرفش خبطت في كتف اللعيب ولا في ايده، ما فيش اعاده. اخر الماتش خالص في كره كده اترفعت خبطت في عمو زولا ده، فرانكو زولا، ما فيش اعاده. كوره اسلام محارب بتاعه الهدف الثاني، الكره في الحالتين فاول، في الحالتين ما تتحسبش. جت في ايده ضرب لمسه يد والكره هندس وتتلعب للزمالك. خبطت في دماغ فتوح وراحت للعارضه، يبقى اسلام محارب ما نجحش في ان هو يلعب الكوره وزق فتوح فالكوره فاول. في الحالتين ما تتحسبش. في الحالتين انا ما اعرفش هو الجهاز اللي كان مع جوميز انا مش شايفه على الدكه من ساعه ما مشي، هو خده معاه ولا ايه؟ ولا الجهاز ده ما كانش بتاعنا احنا كمان، كان جوميز ومجدي جايبينه على حسابهم. انا ما اعرفش يعني اللي قاعد بره ده ما بيقولش عشان يخلي اللعيبه ما فيش يعني لعيبه، ما فيش لعيبه مغيبه. هنيجي للعيبه بس بعد ما نخلص التحكيم هنيجي لهم. إيه انت يعني انت مستني ايه من حكم زي ده بجد والله؟ كل ده عشان انت نزلت بيان، يعني نزلت بيان بتقول ان الكلام ده ما ينفعش. طب خد بقى روح امك، هينفع وهينفع بزياده وهتاخد على عينيك وهتسكت. ما انت مش الاهلي يا ابني، مش عارف تبقى الاهلي. انت هتنزل لي بيان فاكرك هيخافوا منك؟ مفيش الكلام ده. البيان بتاعك يا حبيبي لازم يبقى بقرار. انا يا عم انا مستأمن التحكيم وما تقولش انا مستأمن التحكيم.
انا عايز فلوس اهي قد كذا لكم ماتش اللي جايين. يا عم بقى تجيب حكام من تونس، من الجزائر، من اي داهيه، مش لازم تجيبهم اوروبيين يعني عشان بيبقوا غاليين مثلا. ان شاء الله تجيبهم من الخليج، هيبقوا انضف من اللي هنا. مع الفار هيبقوا انضف من اللي هنا، هيبقوا محترمين عن اللي هنا، ومش هيبقى قصدهم حاجه، مش متعمدين حاجه. بس انت يعني مفيش فلوس طبعا، فبتطلع بيانات ليه؟ يعني انت بعد البيان وما تنفذلكش اللي انت عايزه. فالمفروض بقى الخطوه الجايه انك تطالب بحكام اجانب. تطالب بحكام اجانب شحاته الاتحاد الكره يدفعهم لك، ولا الانديه اللي انت هتلعبها؟ ما هو نفهم ديك الكلام، يعني احنا نفهم الكلام عشان الواحد والله على اخره. انت البيان ده ايه الخطوه اللي بعد البيان؟ هتقول بقى انا مش نلعب بقى شغل العيال تاني، هنسحب ونختصم مننا 6 نقط وبرضه ما يتحصلكش حاجه؟ ولا ايه اللي انت ناويه يعني؟ عشان بس نبقى فاهمين القصه ماشيه ازاي. يعني انت لما بتطلع بيان في بقى بروسيس محطوطه، يعني الواحد لما بياخد خطوه بيبقى حاطط خطوات ايه اللي هيتم. الخطوه التصعيديه الثانيه هتبقى ميتين ابوها ايه؟ ولا انا بطلع بيان وخلاص بهدي الجمهور بتاعي لكن انا مش عارف انا هعمل ايه؟ وهي ماشيه كده، وهي فعلا ماشيه كده. تحكيم فاسد وموجه وقاصد ان هو يعمل معاك كل ده وفاشل. يعني لو نفترض ان حسن النيه هو تحكيم فاشل. منظومه كلها على بعضها منظومه قذره. الجزئيه الثانيه، اللعيبه. انت لو لعيب، لو فرقه جامده مش جامد يعني، انا مش عايزك تبقى يعني ريال مدريد. انا عايزك تبقى لعيب راجل في الملعب. لو انت لعيب راجل وتقدر تحافظ على المكسب هيدي لك حقك غصب عن عينه. وحتى لو ما عرفتش تاخد حقك هتبقى كسبان. ما انت كنت كسبان 2-1، انت مش عارف تحافظ على المكسب ليه بقى؟ عشان عندك جون مش جون كذاب ونصاب، زيه زي دونجا، زي بقيه، زي 3/4 اللعيبه اللي عندنا نصاب. بيصد لك ماتش، بيلعب لك ماتشين ضربتين جزاء، يصد لك ضربتين جزاء وبتاع، والناس تقول لك ايه وعواد واحسن جون في مصر. بعد كده زي ما انت شايف رجع للمستوى الخرا اللي كان مخلي واحد زي صبحي يلعب اساسي عليه. انا مش هقول بقى عشان هو لسه ما قبضش ولا عشان هو ما اعرفش ايه ولا، لا هو ده مستواه لان انا بشوفه كده يعني. انا مش مقتنع ان في لعيب مثلا لسه ما قبضش فهينزل يضحك الناس عليه متعمد. يعني انا مش قادر افهم مثلا لعيب هينزل يخسر ممكن يعني يبقى بالتخاذل ده عشان ما قبضش. طب ما هو يا ابني انت ده اسمك. يعني انت لو هتغور من الزمالك فانت لازم تلعب كويس عشان الناس تشتريك. انا مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي او اللعيبه دي بتفكر ازاي. فانا قصه عواد ان هو يعني هو جون وحش. الكرة النهارده الجون الثاني كارثه. انا سايب يعني رافع ايدي خالص في موضوع الانفرادات. يعني اي انفراد انا خلاص ببص على السنتره، او بتمنى انها تبقى من الفار اوف سايد او فيها اي حاجه، لكن ان انا اتوقع ان عواد يصدها انسى. نادرا الا لو اللاعب حطها وحش، زي انفراد حسين الشحات كده في السوبر، وسام ابو علي لما كانت من زاويه صعبه فحطها. لكن انفراد بقى مثلا تشوف عواد بيصد انفراد كده زي مثلا ما كنا بنشوف الحراس بتاعه الزمالك زمان بتصد، او الحراس العاديه مثلا بتشوف لعيب جون عندك بيصد انفراد، انسى. الجون لازم تدخل. لكن انا يعني ولا حتى الكور العاليه اللي هي بتبقى مثلا عند نقطه الجزاء دي انك تطلع تمسكها لا سمح الله، ابدا ابدا. بس ديك الكوره لما تبقى جوه السكس يارده بياردتين يعني خلاص، وما تطلعش تمسكها، تبقى انت حارس ما تستاهلش ديك ان الواحد يتفرج عليك ولا ان انت تلعب في اي نادي في الدوري. انت ما تستاهلش انك تقف اصلا يعني حارس في ماتش خماسي. الكرة معديه كورتين، ده في كرة سطرت قبل ما نجيب الجون وقبل ما هم يجيبوا الجون الاول في الشوط الاول، ملعوبه والونش وطى عشان يمسكها راح برضو راجع. انت حبيبي خايف تمسك؟ انت حبيبي خايف من الكوره بابا؟ يعني لو خايف من الكوره قول لنا يعني نعرفكم على بعض كده وبتاع وبريكز ايس بينكم وبين بعض عشان تاخدوا على بعض وبعد كده ايه نقدر نلعب كوره. انا مش طايق اشوف اهلك واقف جون للزمالك تاني. يا ريت تغور في داهيه. مش لك ديك اللي جابك الزمالك وربنا ياخده وياخدك معاه.
زيزو يعني برضو يا حبيبي لو انت ناوي تمشي يا ريت تغور من دلوقتي. انا والله مش هطبطب على حد، عايز تغور غور من دلوقتي. خايف على رجلك عشان لو جالك عرض ولا بتاع، والله يا ابني ربنا ما هيكرمك لو انت بتلعب ودي نيتك. لو انت مستواك نازل عشان بتفكر في التجديد برضو ده غلط، انت المفروض عقليتك اكبر من كده. وقلنا ان انت اللي بيميزك عن كل الناس عقليتك، لكن ان انت اللي بيحصل ده واضح ان انت عقليتك زيهم، او ان انت خايف على رجلك عشان لو ايه، لو انت ان انت خلاص قررت انك تمشي وبتاع. عامة ده يعني عشان تريحنا وتريح، لو انت واخد القرار والمجد مش عارف يجدد لك يا ريت يعني عشان الجمهور ما يتحرقش دمه تطلعوا تقولوا، عشان برضو يبقى الموضوع على النور وهو يركز الفترة اللي جاية دي. لو انتوا هتبيعوه في يناير نبقى عارفين، لو هو هيمشي اخر الموسم فري نبقى عارفين، لان احنا مش هنستحمل اخر الموسم يلعب بالطريقة دي، وهو اصلا ما يلعبش. يعني لو هو هيمشي اخر الموسم خلاص بقى، لو انه يمشي فري خلاص يتركن لغايه لما نشوف بقى المعضله اللي هيسيبها لنا دي هنجيب مين يعني. بس هي كلها زي بعضيها. هو من اول 2024 بيقول لك جايب 9 اجوان، يعني الموسم ده بيقدم اسوأ مستوى ليه من ساعه ما جه الزمالك. ما فيش حاجه تاني الواحد يتكلم فيها. شحاته ربنا يحميه النهارده كان كويس، وبرده مش هقول يعني الواو. طبعا الكره المضحكه اللي في اخر الماتش اتحسبت عليه فاول، اللي هو بيلعب بيحاول يجيبها بدماغه وهي على الارض وما اذاش حد وما فيهاش اي حاجه، اتحسبت عليه فاول. دي لقطه كويسه، والجون بتاعه كويس. حسام اشرف محتاج يخف شويه بس وزنه تعب، بس برضه حق يعني ارحم من ناصر منسي ومن الجزيري. حاجه كويسه، لعيب خامته كويسه واحنا شايفين كده من زمان، بس محتاج يبقى اسرع في كده من الحركه شويه. عبد الله السعيد هو ده الوحيد اللي يستحق الثناء ويستحق الاحترام. لا، على الاقل حتى لو مستواه نازل فنيا او حاجه هو بيقدم لك الحلول. النهارده لعب كذا كره طويله في عمق الدفاعات وفي ظهر الدفاعات بشكل كويس، وسوء استغلال من الجناحين سواء شيء مشلاك او سواء شلبي. محمد حمدي الف سلام عليه، انا شايفه متفائل بيه خير جدا، ويعني انا اتمنى ان هو يكمل معانا، لان الولد ده لو ما كملش معانا هيتخطف وهيروح حته تانية، لان الولد كويس. فتوح لازم يراجع نفسه، لانه برضو من ساعه جوميز من الاخر، يعني من اخر ماتش كان في افريقيا تقريبا، او اخر ماتش الجوميز ماتش المصري وهو ماتش سيراميكا كان وحش، والماتش النهارده برضو بيقدم نفس الاداء اللي مش كويس فيه. مش عارف بقى ده بسبب ان هو لسه والونشه ما ولفوش على بعض، او الطريقه بتاعت جوميز ان هو بيضم للملعب اتغيرت مع جروس. مش عارف، بس هو عنده احسن من كده بكتير. محتاج ان هو يقف مع نفسه. اللعيبه يعني انا بتكلم على اللعيبه اللي الواحد متوسم فيها امل، غير كده في لعيبه الواحد يعني ما ينفعش يجيب سيرتها بقى، شلبي ودونجا وما لعبش النهارده يعني. الحمد لله انه ما لعبش. والله خط النص النهارده احسن منه. شوف المستوى الخارا ده وانا عمال انتقد، بس الخط النص بتاعنا النهارده احسن من غير دونجا. يا رب ما يلعبش تاني. مش لك او شلبي بقى، يعني انا مش عارف بقى، يعني الماتش الجاي ده اللي احنا للاسف بعد اصابه محمد حمدي فانت مضطر ان انت تعتمد على واحد منهم. الدوري لسه في الملعب ولسه قريب، بس لو فضل لغايه يعني لو عدينا يعني احنا عمالين نتعادل، بس لو ما خسرناش يعني وفضلنا قريبه والفرق التانيه فضلت تلعب بالضحك ده والاهلي لسه ما فاقش، ممكن نلحق نجيب حاجه او نلحق نعمل حاجه. فارجوكم تاني التدعيمات، شوفوا حل يا مجلس فاشل ده. يعني بجد عشان الواحد كان ضغطه عالي وهيفرقع، فهم دول كانوا كلمتين الواحد عايز يقولهم. وهنشوفكم على خير ان شاء الله، ويبقى في ان شاء الله القادم افضل للزمالك والزمالك اولا دايما. مع السلامه.